أكبر فيديو على السوشيال ميديا لمعجنات اللانش بوكس للمدارس، ورعيت إنه يكون اقتصادي جدا وطعمه وشكله حلو. أتمنى الفيديو يعجبكم. وفي الفيديو ده جميع المعجنات اللي انت بتحتاجيها أثناء الدراسة وموجودة في الأفران، وبنشتريها بأسعار غالية جدا. لا، احنا هنعملها بطريقة اقتصادية ومكونات موجودة في كل بيت. أتحداك إن كل مكونات الفيديو النهاردة موجودة عندك، يعني مش هتكلفك حاجة ولا هنشتري أي حاجة. بس اهم حاجه متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت نشير الفيديو كده لاصحابنا وحبايبنا عشان نستفاد بالوصفات. وكمان نخلي الفيديو بتاعنا النهارده مرجع لينا لكل معجنات المدرسه. يعني فيديو النهارده عملت الميني بيتزا من غير لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، وعملت الباتيه بالجبنه بطريقه جديده، يعني اول مره تشوفيها ان انا اعملها بطريقه جديده وسهله. ان انا اعمله بالشكل ده، مش كل قطعة لوحدها، لا يعني عبارة عن قطعة متكاملة، واكون مقطعاها كده زي ما انتوا شايفين وتكون مورقة، واي حشوة موجودة عندك تحطيها. وطالع معايا هش جدا ومورق وبدون فرد ولا اي حاجة ولا تعب. يعني اللي بيفشل معاه الباتيه بالجبنة، يعني في الفيديو ده كل حاجة موجودة هتحتاجيها. وازاي نخزنه كمان ونحفظه معانا يقعد معانا اسبوع بطريقة يكون طري معانا وما ينشفش معانا نهائي. وهنعمل كمان اللي هو المولتو او الباتيه بالجبنه، يعني وطالع معايا هش جدا زي ما انتوا شايفين، يعني بطريقه تحفه. وقطني جدا من جوه ولونه فاتح وجميل جدا. وكمان هنعمل فينو الافران، هنعمله الحجم الكبير، يعني في حدود الواحد دلوقتي ب3 جنيه او 4 جنيه، مش متذكره قوي لان انا على طول بعمله في البيت. ومن جوه قطني جدا وبدون زبده ولا بدون اي تكاليف. والستريبس اللي انا كنت حاشياه ده انا عاملاه برضو في القناة، ممكن ترجعوا للوصفات بتاعة الستريبس الفراخ برضو هتعجبكم جدا. وكمان في الفيديو النهاردة كمان هنعمل اللي هو البيتي بان، اللي هو الفينو الصغير او الفينو اللي حجمه يعني اصغر من الفينو الكبير، وازاي يطلع معاك قطن كده، وهنعمله بالسمسم وهيعجبك باذن الله جدا. وكمان اللي بيحب الكرواسون لاولاده، دلوقتي وصل 15 جنيه اللي هو المولت والكلام ده وكمان مقاطعة. لا، احنا نعمله في البيت بطريقة سهلة جدا. وهنعمل كمان ترسة الأفران أو ترسة بالعجوة، وهقولك تعمليها بالحجم الكبير أو وسط أو صغير، وتطلع معاكي لونها ذهبي كده جميل جدا. وكلنا بنحب الترسة، يعني من المعجنات اللي بنفضلها عندنا للكبار والصغيرين. وهنعملها بطريقة سهلة جدا. وكمان هنعمل الميني كيك بدون بيض ولا اي حاجة ولا اي تكاليف. وطالعة معايا زي اللي انا عاملاها ببيض، مش هتفرق اي حاجة عن اللي انا عاملاها ببيض. وممكن تتحط كده مع في اللانش بوكس وجنبيها علبة عصير او شوية خضار كده. هتبقى حلوة جدا. هنبدأ بأول وصفة، يلا. هنحط كوباية مية دافية ومعلقة خميرة ومعلقة سكر، وهنقلبهم كويس جدا. وهنجهز بولة كده ونحط فيها 3 كوبايات دي متعدد الاستخدامات او متعدد الأغراض، ونص معلقة ملح، ومعلقتين لبن بودر، ورشة توم كده بودر، ورشة زعتر عشان تدينا طعم البيتزا الإيطالي الحلوة جدا. ونقلبهم كويس كده. ونضيف عليهم بقى كوباية المية الدافية اللي أنا كنت حطاها عليها معلقة سكر ومعلقة خميرة فورية، معلقة كبيرة خميرة فورية، ونقلبهم كويس جدا. ونبدأ نعجن كده كويس. انتوا عارفين شرط المعجنات لازم نعجنها كويس جدا. ونحط بقى 3 معالق زيت كبيرة، زيت دوار الشمس. بس كده، والمكونات كلها تمام معايا، مش هحتاج اي مكونات تاني. وبعد ما عجنتها كويس احطها بقى تتخمر
لغاية ما يضاعف حجمها. وبعد ما اختمرت معايا حوالي بعد نص ساعة كده، أبدأ أهبطها شوية عشان أبدأ أشكلها كور صغيرة. هقطعها كده كور صغيرة على الحجم اللي انت بتحبيه. يعني بتحبيها وسط صغير كبير الحجم، ممكن تعمليها بيتزاية كبيرة وتقطعيها مثلثات كده، وعادي تستوي في صينية كبيرة. وتشيلي المثلثات كده في علبة، في أي وقت انت محتاجاه الصبح كده، تسخنيها في الميكروويف أو تسيبيها تفك شوية، بعد كده تحطيها في اللانش بوكس. هبدأ كده يعني أدهن صاج بالزيت، وارش رشة كده دي بتاع البسبوسة أو دقيق سيمولينا، وهحط الكور اللي أنا كورتها، ولازم يكون فيها مسافات متباعدة بينها وبين بعض. وأضغط عليها كده عشان أفردها بكوباية، بطبق صغير بإيدي مثلا. هي عجينة طرية جدا، فمن السهولة هتتفرد معاكي. وأبدأ كده بالشوكة أخرمها في النص عشان خاطر ما تزيدش معايا. وأجيب شوية زيت، وأحط فيهم معلقتين صلصة كده، وكيسين كاتشب، وشوية توم باودر وشوية زعتر، بس مفيش أكتر من كده. يعني مش هعمل لها صلصة مخصوص ولا أي حاجة. وأبدأ أدهن الميني بيتزا اللي أنا عاملاها في الصواني. يعني 3 كوبايات دي عملوا معايا كمية كبيرة، يعني كفيلة إن كل فرد من أولادنا ياخدوا واحدة بس في اللانش بوكس. وأحط شوية جبنة مبشورة كده في النص، أي نوع جبنة أنت بتفضليه. يعني أنا كنت بستخدمها جبنة دومتي. وشوية خضار، أي خضار عندك زيت في التلاجة، يعني شوية فلفل، شوية زيتون، أي خضار بتحبيه. بس كده. وجبت شوية لبن كده بسكر، ودهنت الأطراف كده عشان تحمر معايا. وأدخلهم الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 200. شايفين يا جماعة طالعة حلوة ازاي؟ بجد أولادكم هيحبوها جدا، ومش مكلفة خالص. وطالعة طرية خالص. وتفرزيها ازاي؟ تحطيها في علبة في التلاجة أو أكياس، والصبحية كده قبلها بنص ساعة تطلعيها وتحطيها في اللانش بوكس. بجد أولادنا يحبوها جدا ومغذية جدا. والمقادير موجودة اهي عشان خاطر يعني اللي بيحب يصور المقادير. ندخل على تاني وصفة. نجهز بولة فيها كوباية سكر وكوباية مية، ونقلبهم كويس. وهنجيب 2 كوب ونص دقيق متعدد الاستخدامات، ونضيف عليه 2 ظرف فانيليا، 2 معلقة نشا، ونقلبهم كويس جدا كده. وما ننساش رشة الملح. وهنبدأ ندخل الدقيق بقى والمكونات الجافة على كوباية المية الدافية وكوب السكر ونص كوب زيت نباتي. ونخلي الدقيق يا جماعة مهم جدا في الكيك.
يعني ممكن ما يفرقش مثلا في الفطير ولا حاجة، بس بيفرق جدا في الكيكات والتورت. ونقلبهم كويس جدا كده. يعني اللي يقول لي هتطلع حلوة من دون بيض، ايوه اقول لك حلوة جدا كمان، مش هتفرق خالص على ان انا عاملاها ببيض خالص. ونقلبها كويس كده من تحت، لا تكون حاجات لازقة في القاع كده. وهحط كوب مية مغلية. سوري انا اسفة، ربع كوباية مية مغلية. وربع معلقة بيكربونات الصودا اللي احنا بنستخدمها في الطعمية والحاجات اللي زي كده. ومعلقة خل كبيرة. ونقلبهم كويس جدا. يعني البيكربونات الصودا وربع كوباية مية ومعلقة الخل الكبيرة دي بديل للبيض، دي اللي هتنفش الميني كيك معايا. وهصبهم في حاجة كده عشان تسهل عليا ان انا اصبهم في ورق الميني كيك. وهجهز كده الورق الميني كيك اللي الموجود في اي سوبر ماركت او محلات خامات الحلواني. مش مكلفة خالص، يعني انا بحوالي 100 واحدة ب24 جنيه بس. وابدا اصبها كده بس، يعني ما اصبهاش مليانة، لا اخليها ايه، تلتها فاضي عشان خاطر لسه هتزيد معايا. واكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 وهدخل فيها الكيك. ولو عندي شوية شوكولاتة شيبس كده او شوكولاتة مثلا مطبخ اقطعها مكعبات. وبعد كده احطها في صينية كده بألمونيا عشان خاطر توزع لي الحرارة كويس. وبعد ما استوت معايا واتأكدت انها كلها كده مستوية وزادت معايا في الحجم وعليت معايا زي ما انتوا شايفين وطلع لونها جميل جدا، اختبرها كده بالخلة السنان. تطلع نضيفة معايا يعني كده استوت. وبعد ما تبرد شوية كده هوريكم ازاي طلعت معايا. شايفين مستوية حلوة ازاي، وطعمها وشكلها وريحتها قلب الدنيا. والمقادير موجودة اهي عشان لو تصوروها. يعني لو لانش بوكس كده بتاع اولادنا، لو حطينا فيه واحدة كيك وواحدة بيتزا، يعني انا مش محتاجة حاجة تاني خلاص. نخش على الوصفة التالتة. هنعمل الفينو الصغير او البيتي بان. احط كوباية مية كده دافية ومعلقة خميرة وثلاث معالق سكر واقلبهم كويس جدا. يعني كوب مية دافي ومعلقة خميرة كبيرة وثلاث معالق سكر. واقلبهم كده لغاية لما يطلع يعني زي الفقاعات كده. يعني كده معنى الخميرة بتاعتي كويسة جدا. وحطيت معلقة زيت. وضفت عليها 4 كوبايات دقيق منخول متعدد الاستخدامات أو متعدد الأغراض أو مخصص للمعجنات. ونص معلقة بيكنج باودر ونص معلقة ملح. وما ننساش معلقة الخل. معلقة الخل الكبيرة هتخلي لي البيتي بان أو الفينو أو المعجنات فاتحة من جوه. يعني ده سر من أسرار المعجنات. بس وأبدأ أعجن كويس جدا كده. لازم أعجن كويس ما يقلش عن 10 دقايق. لازم العجينة تكون طرية معايا وتعمل معايا كده يعني مطة معايا. بس هدهن البولة زيت كده وهسيبها تتخمر معايا او حجمها يتضاعف. وادهن وشها زيت. واغطيها واسيبها حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع. بعد ما العجينة اتخمرت معايا زي ما انتوا شايفين طالعة تحفة. ابدأ اهبطها بقى. رشيت عليها شوية دقيق كده وهبطتها بايدي. وهبدأ اقطع القطع زي ما انا بحب، يعني لو عايزة بحبه صغير قوي، وسط، عايزة تعمليه كبير براحتك. والقطعة اللي انا كورتها لازم اغطيها عشان خاطر ما تنشفش وشها معايا او يقشف معايا. وخصوصا لو انا بعمل المعجنات دي في الشتاء.
يعني نص كيلو دقيق هتشوفوا كمية طلعت معايا قد ايه. بس هدهن كده صينية الفرن زيت، وهدهن الأرضية أو الرخامة اللي أنا هشتغل عليها، وهبدأ أفردها كده، وأعملها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفين زي ما بنعمل الفينو، بس ده حجمه بيكون أصغر شوية، وبتفرد معايا وبتشكل معايا بكل سهولة إن أنا عاملة المكونات والعجينة صح الصح. ولو عايزة تعملي أصغر من كده مفيش أي مشكلة. بس كده، ولازم يكون في مسافات متباعدة بينه وبين بعض، وهغطيه كده بكيس بلاستيك أو فوطة واسيبه يتخمر معايا قيمة نص ساعة. بس أكون مجهزة صفار بيضة وشوية لبن ورشة فانيليا وشوية سكر كده، وأبدأ أدهن بيهم الوش. عايزة تسيبيه كده سادة من غير أي حاجة، عايزة تضيفي له سمسم، حبة البركة براحتك، اللي انت بتحبيه حطيه أو المتوفر عندك. أنا هضيف عليه النهاردة سمسم. بس وهدخله الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما يستوي معايا والوش يحمر معايا. شايفين طلع من الفرن لونه ذهبي وشكله حلو ازاي وطري جدا. بس تغطيه شوية بس عشان يبرد شوية وبس، وابدأي بقى بعد ما يبرد فرزيه في التلاجة في الفريزر، أو يعني طلعيه قبل ما تعملي سندوتشات قبلها ب10 دقايق يفك، مفيش أكتر من كده. ندخل بقى على الوصفة اللي بعدها، نجهز بولة كده ونحط فيها كوباية مية وشوية ملح، ونحط معلقة خميرة فورية، وهنضيف كده كوباية لبن ونص كوباية زيت، وهنزل الدقيق تدريجيا. حطيت في الوصفة دي 5 أكواب بنص دقيق عشان كنت عايزة يعني أعمل الباتيه بالجبنة أخزنه في الفريزر، فعايزة أعمل كمية كويسة معايا. بس انتي انزلي بالدقيق تدريجيا، يعني كوباية اللبن يعني في حدود 200 ملي، وكوب مية دافية 200 ملي، ونص كوباية زيت 100 ملي، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، وانزل ونص معلقة صغيرة ملح، وانزل بالدقيق تدريجيا، مفيش اكتر من كده من المكونات. لغاية لما العجينة ما تكونش ملزقة معايا. ويا جماعة سامحوني في اي حاجة وقعت مني النهاردة، عشان خاطر انا جامعة وصفات كتيرة، والمكونات برضو لو في حاجة وقعت مني يعني يعني قولوها لي في الكومنتات وانا اقول اجاوبكم عليها. بس كده العجينة مش بتلزق معايا بقى، خلاص ابدأ عجينة كويس جدا، ما تقلش عن 10 دقايق بس، واسيبها تتخمر معايا. تقريبا وصفة جديدة، يعني مشوفتهاش عند حد ابدا، ان هو بيعمل الباتيه يعني عبارة عن خط طولي كده وبيتقطع، يعني دايما كله بيعمله قطع 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 مختلفة كده. لا دي انا بعملها بخط طولي كده بيسهل عليا الفرد وكل حاجة. بس كده كده بعد ما تخمر معايا هبطه. بس قسمت العجينة على قطعتين، فردتها كده زي الفطيرة،
ورشيت رشة دقيق كده عشان خاطر تتفرد معايا بسهولة. بس ودهنتها رشة زبدة كده، مش زبدة كتير يعني، يا دوب رشة خفيفة، بس يكون زبدة في درجة حرارة الغرفة. وطبقتها زي ما انتوا شايفين، زي ما بعمل فطير بالظبط، طبقتها كده وسبتها كده تستريح شوية لغاية لما اعمل الجزء التاني من العجينة. هعمله بنفس الطريقة. هقول المكونات تاني يا جماعة عشان خاطر لو في حاجة وقعت مننا. كوباية لبن 200 ملي، كوباية مية دافية 200 ملي، نفس الكوباية برضو لبن، كوباية مية، نص كوباية زيت في حدود 100 ملي، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، وخمس أكواب ونص دقيق، ومعلقة صغيرة ملح، مفيش أكتر من كده للباتيه بالجبنة. يعني أولادنا كلهم بيعشقوا الباتيه بصراحة. بس بدأت بقى أخد العجينة اللي استريحت معايا، رشيت عليها رشة دقيق كده وأفرد فيها تاني. العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة. بس يعني احشيها زي ما انت بتحبي، جبنه رومي، جبنه بيضه، جبنه مبشوره براحتك اللي انت عايزاه، وشويه زيتون او اي حشوه. الحشوه دي من اختيارك، وهقفلها من الجنبين زي ما انتوا شايفين كده. واقطعها كده من النص. بس كده كنت حاطه ورقه زبده كده. وهعمل العجينه، نص العجينه التاني بنفس الطريقه، مفيش اي اختلاف. وممكن ادهنها شوكولاتة قابلة للدهن. يعني مش لازم تكون مالحة ولا حادقة، يعني الحشوة ممكن تكون مسكرة، ممكن تحشيها مربى. يعني الحشوة دي من اختيارك، يعني ما توقفيش نفسك على اي حاجة. احنا الهدف من الفيديو ان احنا نعمل حاجات سهلة وسريعة، مش حاجات معقدة يعني. بس كده، يعني بقطعة او سكينة، وابدأ اقطع كده زي ما انتوا شايفين. بس وجبت بيضة وشوية لبن ورشة فانيليا، ولو شوية سكر كمان عشان تحمر الوش معايا. وعلى درجة حرارة 200 دخلت الباتيه بالجبنة لغاية ما استوى معايا وشه احمر. بس هتحطي بقى شوية سمسم، تسيبيه سادة، شوية حبة بركة براحتك. بس بعد ما استوى معايا غطيته شوية كده عشان يبرد. وشايفين بيتقطع معايا بكل سهولة ومورق معايا، ومخدش معايا وقت خالص. يعني بجد شوية كام قطعة كده في اللانش بوكس، يعني مش محتاجة أي حاجة تاني. جنبيها يعني وتجهزي جنبيها ازازة مية. مش محتاجة أي، مش هقولك حطي حاجة تاني في اللانش بوكس. بعد كده نعمل يلا المولتو بالجبنة، أو الباتيه بالجبنة بس الحجم الكبير. هندخل كده 4 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات، وهنحط ربع معلقة خل، ونجهز كوباية مية دافية ونحط فيها معلقة خميرة فورية، و2 معلقة كبيرة سكر، ونقلبهم كويس كده مع بعض. وضفت معلقتين خل، وربع كوباية زيت، ومعلقتين لبن بودر. لبن بودر هيخلي لي طعمها حلو العجينة وشكلها، وتطلع طرية معايا.
هعيد لكم تاني المكونات عشان خاطر لو في حاجة وقعت مننا. 4 كوباية دقيق متعدد الاستخدامات، 2 معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة فورية، ربع كوباية زيت، ربع كوب ونص مية دافية، معلقة سكر بودر، ربع معلقة ملح، معلقتين خل، 2 معلقة لبن بودر. بس عجنتهم كويس جدا كده معايا لغاية لما العجينة ما تلزقش في ايدي. بس بعد ما حسيتها مش بتلزق في ايدي كده، حطيتها في بول لغاية ما تتخمر معايا. بعد نص ساعة بقى شايفين اتخمرت ازاي معايا، عشان الجو حر جدا. هبطها كده وبدأت اقطعها الحجم اللي انت بتحبيه برضو. على حسب الحجم اللي بتحبيه قطعيه. والقطعة اللي احنا قطعناها نخليها كده على جنب تحت كيس او فوط عشان وشها ما يقشفش معايا. ويا جماعة بقول المرة التانية لو في اي مكونات مثلا عايزين اكتبها لكم في صندوق الوصف، قولوا لي يعني الوصفة وانا هكتبها لكم، رغم ان انا بقول كذا مرة المكونات. يعني نقول كده تاني: المولتو بالجبنة 4 كوبايات دقيق، معلقتين سكر كبيرة، معلقة خميرة فورية، ربع كوباية زيت، كوب ونص مية دافية، معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة ملح، معلقتين خل كبيرة، 2 معلقة لبن بودر. بس كده. وابدأ افرد معايا القطعة اللي انا عاملاها عشان احشيها بالجبنة، اي نوع جبنة انت بتحبيه او بتستخدميه. انا كان عندي جبنه عادي موجوده في العلب دي الكرتون، اللي هي دومتي، حشيت بيها وقفلتها كده من الجنبين زي ما انتوا شايفين. افردها كده على سطح العمل او الرخامه، واحط فيها حته جبنه واقفل كده من الجنبين كاني بعمل سندوتش. وطبعا الحشوه اللي انت بتحبيها، يعني لو في شوكولاته ولا في اي حاجه براحتك. وابدا كده اقطعها قطع صغير، يعني شرايح كده، بالسكينه بالقطاعه باي حاجه، عشان تبقى شكل الباتيه بالجبنه او المولتو بالشوكولاته اللي موجود بره. واسيبها نص ساعة كده تتخمر معايا. ادهن وشها بقى بيض ولبن، وطبعا رشة فانيليا، وادخلها الفرن على درجة حرارة 200. اسيبها بقى وشها يحمر وطالعة معايا لونها ذهبي وتحفة وطرية جدا وطعمها حلو قوي. بجد اولادك هيعشقوها، يعني كفاية واحدة في اللانش بوكس. يعني تغنيك عن اي سندوتش تعمليه الصبح، تاخديش وقت خالص. ندخل بقى على الوصفة اللي بعدها. هنعمل كرواسون. يعني اولادنا بيحبوه جدا، وصراحة الكبار والصغيرين بيحبوه جدا. هنحط كوباية مية دافية، معلقة كبيرة ممسوحة خميرة، 3 معالق كبيرة سكر، ربع كوباية زيت، معلقة كبيرة خل،
2 معلقة كبيرة لبن بودر، ونجهز 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات او مخصص للمعجنات، وياريت ننخلهم كده عشان خاطر العجينة تطلع معايا كويسة. وحطيت رشة ملح ونص معلقة بيكنج باودر، بس مفيش اي مكونات تاني. وهنبدأ نعجنهم كويس جدا. يعني هقول مكونات تاني: كوباية مية دافية، معلقة كبيرة خميرة ممسوحة، 3 معالق سكر، ربع كوباية زيت، معلقة كبيرة خل، 2 معلقة لبن بودر، 3 كوبايات دقيق منخول، رشة ملح، نص معلقة بيكنج باودر. دخلت يعني عجنتهم كويس وسبتهم كده يتعجنوا 10 دقايق وخمرتهم نص ساعة. وبعد كده هبطت العجينة عشان عايزة افردها كده على سطح العمل عشان نعمل احلى كرواسون، يعني احلى من اللي بنجيبه من المحلات بره. وهنعملها رشة زبدة كده، ندهنها رشة زبدة بالفرشة، مش كتير يعني يا جماعة، عشان خاطر ايه ما يكونش مكلف معايا. وهنقطعها كده مثلثات. ولو عايزة ميني كرواسون اعملي يعني القطع صغيرة، ونقطع كده من في الاخر كده حتة صغيرة عشان خاطر اوريك هنعمل بيها ايه. وهنحشيه كده شوكولاتة قابلة للدهن او مكعبات شوكولاتة او اي حاجة متوفرة عندك. ونبدأ نلف كده ونشد كده زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة. مفيش اسهل من كده. طول ما احنا بنلف بنشد الجزء الاخير ده. بس كده. وحطيته في كده في صاج فرن مدهون، وسبته يتخمر معايا قيمة نص ساعة. وبعد كده دهنت وشه كده. عايزة تدهني لبن بس بسكر، عايزة تدهني بيضة صفار بيضة بشوية لبن، زي ما انت عايزة. وبس دخلته الفرن الرف الأوسط على درجة حرارة 200. طلع معايا تحفة وطري جدا ولونه ذهبي. دهنت وشه كده بشوية زبدة عشان خاطر يلمع معايا. بس سبته يبرد شوية. وابدأ بقى فرزيه في التلاجة أي وقت عايزة تحبيه تستخدميه. وزي ما قلت لكم دي طريقة مثلا عشان خاطر يعني يبان كأن اللي جايبينه من بره. حطيته في علبة كده، في طبق كده، طبق فل، وغلفته بستريتش. ندخل بقى على الوصفة اللي بعدها. اللي هي ترسة بالعجوة. هنجهز كيلو دقيق ونحط عليه معلقتين سكر ومعلقة خميرة كبيرة ونص معلقة ملح واتنين ظرف فانيليا. ونقلب المكونات الجافة كلها مع بعض كده. وهنحط معلقة نص كوباية زبدة سايحة. وهنضيف اللبن كده تدريجيا. ضفت كوباية لبن كبيرة كده دافية. وبنفس البولة اللي كنت حاطة فيها اللبن نزلت المية برضو كوباية مية تدريجيا برضو. لأن كل عجينة كل دي بياخد كمية سوائل مختلفة عن نوع دي يعني غيره. بس زي ما بقول لكم كده كنت ببل ايدي مية وببدأ أعجن كده عشان أطري العجينة. ما يقلش العجن عن 10 دقايق يا جماعة. بس عجنتها 10 دقايق كده ودهنت البولة بتاعت العجن وحطيتها. وسبتها تختمر كده نص ساعة أو ساعة إلا ربع، على حسب الجو اللي احنا فيه. يعني في الصيف بيتخمر العجين أسرع من الشتاء. وبعد ما اختمرت معايا وزادت حجمها زي ما انتوا شايفين كده، هبطت العجينة
وقطعتها كده، وقطعتها قطع صغيرة. وزي ما قلت لك، اي حجم انت بتحبيه اعمليه. يعني دي كان حجم كبير شوية، بس احنا بنحبها كده. ممكن تقسمي كل كورة على قطعتين افضل لو انت بتحبها صغيرة. بجد يا جماعة، الحاجات دي في البيت خير جدا، وبتغنيك عن عمل السندوتشات واللانشون والجبنة والكلام ده. دي حاجات سهلة بتكون جاهزة ومتفرزة في الفريزر، ومش لازم تلتزمي بالكمية دي، ممكن تعملي نص الكمية براحتك خالص. وخصوصا الترسة بالعجوة دي بتفكرنا بأيام الطفولة واحنا صغيرين كده، لما كنا ناخد واحدة كده الصبحية من الفرن اللي جنبينا. فكانت بجد بتفكرنا بأيام الطفولة بتاعتنا. كنت جايبة كده عجوة مطحونة أو مفرومة، دي حجمها نص كيلو. بدأت أقطعها كده، وحطيت عليها شوية زيت، وبدأت أعجن كده عشان تطرى معايا، عشان أنا هعملها صوابع كده عشان خاطر أحشي بيها الترسة. بس كده أبدأ أفرد الكورة اللي أنا عملتها من العجوة. عايزة أعملها صباع كده طويل، بس كده جهزت صوابع العجوة اللي أنا هحشيها. وهاخد كل قطعة هفردها كده، وهعملها رول. يعني مفيش أسهل من كده. في ناس كتير مستصعبة الترسة، بس رغم إنها سهلة جدا. وأبدأ أبرمها كده بإيدي، وأقفل كده من الجنبين عشان خاطر ما تتفتحش معايا أثناء التخمير أو أثناء السوا. بمقص أو سكينة أعمل الجناب بتاعتها. وعملتها بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل باقي العجينة كلها بنفس الطريقة.
يا جماعة اللي نسي يعمل اللايك يحط اللايك دلوقتي. وزي ما اتفقنا الحجم اللي انت بتحبيه اعمليه، يعني انا بحبها كبيرة، انت اعمليها ممكن وسط او صغير، يعني كل كورة ممكن تعملي منها 2 تاني، ونعملها بالمقص زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت تكون وضحت معايا. بس حطيتها في الصاج الفرن وسبتها تتخمر حوالي ربع ساعة كده، ما نزيدش عن كده. وحطيت لبن كده وشوية سكر، مفيش ابسط من كده، ودهنت وشها. او ممكن طبعا تدهنيها بيض بلبن او اي حاجة انت بتحبيها، بس في ناس كتير ما تحبش البيض في وش المعجنات. ونرش رشة سمسم كده او نسيبها سادة زي ما انت بتحبي، وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الاوسط لغاية ما يحمر وشها من تحت ومن فوق. وشها احمر معايا وطلعت شكلها وطعمها وريحتها فوق الخيال. دهنت وشها كده برشة زبدة او زيت عشان تلمع معايا، وسبتها تبرد وغطيتها كده بفوطة وبس. وتبدأي تخزنيها بقى كل واحدة كده في كيس بلاستيك او علبة براحتك. شايفين شكلها حلو ازاي، وهتعجب اولادنا باذن الله، ان شكلها شبه الوردة. وهقطع واحدة معاكم كده. شايفين قطنية ازاي من جوه لونها فاتح. ندخل بقى على اخر وصفة في فيديو النهاردة، فيديو فينو الاقتصادي. هنحط كوباية مية دافية ونضيف عليها 4 معالق سكر، ونقلبهم كويس جدا كده عشان السكر يدوب معايا. ومعلقتين كبار كده خميرة فورية. واللي بيسأل عن الخميرة الفورية اللي بستخدمها وبتطلع معايا ناجحة في كل معجنات الفيديو، موجودة في المشتريات بتاعة الشهر اللي بنزلها. وضفت نص كوباية زيت، وحطيت كده معلقة خل كبيرة، وجهزت كيلو دقيق منخول، وحطيت عليه 2 معلقة لبن بودر ونص معلقة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. بس كده هي دي مكونات الفينو الاقتصادي. وهنضيف بقى المكونات السائلة على المكونات الجافة ونخلطهم كده كويس جدا مع بعض. واللي عايز يعمل نص كيلو بس اللي هو 4 كوبايات، يعمل يعني يستخدم نص الكمية بتاعت كل المكونات الموجودة. ولو والعجينة محتاجة مية أنزل بيها تدريجيا مية دافية. أهم حاجة عجينة الفينو تتعجن كويس جدا، ما تقلش عن 10 دقايق يا جماعة عجن. ولو انت تعبتي يعني سيبي استني شوية وارجعي عجيني تاني. أهم حاجة تتعجن كويس جدا. ودهنت وشها كده زيت وغطيتها تتخمر معايا. في الصيف نص ساعة، في الشتاء حوالي ساعة أو ساعة إلا ربع، على حسب الجو اللي احنا بنعمل فيه الفينو دلوقتي. يعني المدارس داخلة في الصيف وفي الشتاء بإذن الله معانا. بس بتقعد تتخمر كده حوالي نص ساعة في الحر اللي احنا فيه ده. شايفين هتنفجر يعني معايا. حاولت اهبطها كده شوية. بجد الخميرة اللي انا بستخدمها تحفة يعني. الفيديو بيوصف كل حاجة انا بقولها. بس هبطتها كده، العجينة طالعة طرية جدا معايا وفاتحة.
بسبب معلقة الخل الكبيرة اللي انا حطيتها ونوع الخميرة كويس. قطعيه بقى زي ما انت بتحبي، عايزة تعمليه كايزر، عايزة تعمليه فينو كبير فينو صغير براحتك. هي دي عجينة ثابتة واعملي بيها اللي انت الاشكال اللي انت عايزاه. بس اهم حاجة نغطي الكور كده عشان خاطر ما تقشفش معايا. بس هبدأ افردها كده عشان اعملها رول كده، صباع يعني مظبوط كده. وهلفه بعد ما عملته بالنشابة كده، الف زي ما انتوا شايفين، كل ما الف اضغط كده عشان خاطر ما يكونش فيه هوا كتير، واقفل كده من الجناب كويس جدا. انا حبيت اعمله الفينو الكبير بتاع السندوتشات بتاعه المطاعم الكبيره، لان انا عامله تشيكن ستريبس او فراخ، عاملاها في القناه كده، كنت عايزه احشيها تبقى زي اللي بنجيبها من بره. فانت لو عايزه اصغر من كده في الفينو اعمليه براحتك. بس كده عملته صوابع كده في صاج الفرن. شوفي فين واسمه كبير، يطلع معايا قد ايه الكيلو دقيق. سيبته بقى يتخمر معايا وحجمه يزيد في الحجم، يعني حوالي نص ساعة كده. دهنت وشه كده بشوية لبن وعليهم سكر ورشة فانيليا كده، ودخلته الفرن على درجة حرارة 200 يستوي معايا لغاية ما احس ان هو استوى معايا ووشه احمر معايا كده. لو وشه محمرش معايا اشغل الشواية يا جماعة. طلعته من الفرن وغطيته بفوطة. طالع تحفة يا جماعة، طالع يعني مش اقول لكم طالع ريحته وطعمه ازاي. وهفتح لكم واحد معايا طري ازاي وحلو قوي ازاي. شايفين طراوته ولونه فاتح من جوه، وبيتقطع بكل سهولة بالسكينة. وزي ما شايفين القلب بتاعه يعني جميل جدا. يعني انا ما اعرفش رغيف الفينو بكام دلوقتي بره، لان انا بقالي فتره كبيره ما بشتريش، بعمله على طول في البيت. فقولوا لي بقى السعر عندكم بكام وصل رغيف الفينو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتشيروا الفيديو كده ويكون مرجع ليكم لسندوتشات المدرسه واللانش بوكس. السلام عليكم.